إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما، فالخير دوما، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه، وعملت فيه، وعملت فيه عاملا ومعلما. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعزائنا مشاهدي قناة السوية الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويسرنا أن نقدم لكم حفل تكريم حفظة كتاب الله الكريم من مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية في المطعم بمحافظة بيش بمنطقة جازان. هذه المدرسة تكرم هذا المساء بوجود مدير تعليم محافظة صبية الدكتور عسيري الأحوس، وأيضا مدير مكتب التعليم في محافظة بيش الأستاذ أحمد أبو طالب، ومديري المدارس والأهالي، تكريم 62 حافظا لكتاب الله الكريم. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. أهلا وسهلا بكم. أما الآن مع النشيد الوطني. المسلم عاش الملك للعلم والوطن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. الحمد لله عمت نعم وانصرفت نقم وتضاعف كرم. الحمد لله على تمام المنة والحمد لله بالكتاب والسنة. نحمدك اللهم ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. حمداً حمداً على الإكرام وشكراً شكراً على الإنعام. وصلاة وسلاماً حبيبين مباركين على النبي الخاتم والإمام المعصوم والأسوة الحسنة والقدوة المثلى. أعظم هادي وأفضل حادي. أما بعد، سعادة مدير التعليم، سعادة المساعد للشؤون المدرسية، ضيوفنا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم. أهلاً ومرحباً بالضيوف الكرام. حلق الطير أنساً فوق وادينا والورد قد فاح زهواً وغطى الأفق نسرينا. كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثواكم. ها نحن يا أحبة على مائدة القرآن، فيها يحلو اللقاء وتحف البسمة أفانين النقاء. نعم سأشدو وفيض الحب يسعفني. أهلاً وسهلاً لمن للحفل قد حضروا. يقول تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ها نحن نلتقي الليلة في لقاء يجمعنا فيه كتاب الله عز وجل. وها هي مدرسة سعد بن معاذ تجمعكم في حفلها الختامي 22. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم. والطالب محمد عماد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم
جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بارك الله فيك وجعلك ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الكرام، الكلمة الآن لقائد هذه المدرسة الأستاذ عبد غالب بحري. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى الصادق الأمين وخير من وطأت قدماه الثرى. وأما بعد، ولا شيء قبل القرآن، به يفتتح كل عمل وبه نرجو كل الأمل، ثم يا طيب المساء بمن حضر وسابق وبادر. هذا المساء ليس كأي مساء، هذا مساء القرآن، مساء تتباهى به الأزمان، ومساء يفتخر به المكان. وهل كالقرآن إذا ارتفع في الأصداء، وهل كالقرآن إذا ارتفع بعطر الأجواء. هو المعجزة الخالدة وبه الأجور الدائمة المتزايدة. وأما بعد، ولا شيء قبل القرآن. أهلا بكم ألفا، أهلا جبلا وسهلا، أهلا ألف أهل بكل اسم أضاء هذا المساء. مدير إدارة تعليم صبية الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بكم هذا الحفل يزدان. مساعد الشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي، بك نزهو ويسعد الوجدان. مساعد الشؤون المدرسية الأستاذ ربيع مهدي عطية، لك الشكر والامتنان. مدير مكتب التعليم بمحافظة بيش الأستاذ أحمد بن عبد الله أبو طالب، بك مرحبا بك ترددها الألحان. شيخ وأهالي قرية المطعن، بكم نعمل ومنكم نستمد العون بعد الله. ولكل الحاضرين من كل الأطياف، نقف صفوفا ونمد كفوفا ملؤها الحب والترحيب، بها كل الود يطيب. وكل الأهالي صغارا وكبارا، عبارات الشكر مرارا. جئنا اليوم لنشارك أهل القرآن فرحتهم. وهل توجد بالدنيا فرحة تساوي فرحة من حفظ القرآن؟ هي فرحة فيها من صور فرح الفائزين يوم الحساب، يوم ينال المؤمنين أعظم الجوائز من الكريم المنان. بدأت هذه المسابقة عام 1413 للهجرة على مستوى طلاب المدرسة بفكرة مصغرة تبناها المعلم أحمد موسى خرمي، وبجائزة مقدارها 1000 ريال. وها هي الجائزة الآن في عامها 22 مستمرة، ومن نجاح إلى نجاح أكبر وأكثر من كل عام. وذلك لأن كل شيء اتصل بالقرآن يكون مباركا. فقد تطورت هذه المسابقة حتى شملت ببركتها الكثير، وأصبحت طموح كل مجتهد ومهوى كل فاعل خير وداعم. واليوم نشهد مناسبة جديدة نقول فيها للمجتهد ألف مبارك، بتهنئة على مسمع الجميع، ليستحقها كل مجتهد ومثابر وسابق أن يحفظ القرآن، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. أيها الحضور الكريم، نشهد بهذه المناسبة وفي ظل متغيرات يمر بها الوطن الغالي، وفي وقت حاسم، حيث عاصفة الحزم المباركة على أذناب الفرس في الجنوب، واستيقاظ تام في كل الجهات شمالا وشرقا وغربا. ولا شيء يدعم ويقوي الروح في هذه الأوقات
مثل القرآن الكريم، ففيه التثبيت والإطمئنان والوعد بالنصر لكل مخلص لدينه. لقد هيأ الله للعرب في هذا الوقت الحاسم قائداً فذاً مقداما، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، عبر بالأمة إلى دروب الأمن بعد الخطر الذي كان يحدق بها بكل حكمة وشجاعة، ولا يزال يقود ركب العرب والأمة الإسلامية هو وولي عهده باتجاه وحدة المسلمين وقوتهم. فبارك الله جهود قادتنا وولاة أمرنا وأيدهم بالنصر والتمكين يا رب العالمين. حضورنا الكريم، لا يفوتني أن أقدم مشاعر الاعتذار لتأجيلنا الحفل الذي كان مقرراً الأسبوع الفائت، وذلك لما أنعم الله به علينا من نعمة المطر والسيول، وأنتم خير من يعذر. ختاماً، لا بد من وقفة شكر وعرفان لأهل الشكر والعرفان، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، والشكر للجميع. ونخص بالشكر كل من مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الذي لا تفيه كلمات الشكر حقه في دعمه للقرية عامة وللمدرسة خاصة ولهذه المسابقة بالأخص، ثم لمدير مكتب التعليم الأستاذ أحمد عبد الله أبو طالب خاصة، وللمكتب عامة لوقفاتهم مع المدرسة ودعمهم المتواصل لها ما نحتاجه للسير على خطى النجاح والتميز، وسؤالهم الدائم والمتكرر عن سير هذه المسابقة وزياراتهم الشبه يومية لمتابعة المسابقة. وخاصة مساعد مدير التعليم الأستاذ حمود عبد عداوي، ومدير الشؤون المدرسية الأستاذ علي عماشي، ومشرفي التربية الإسلامية والتوعية الإسلامية. وشكر لشيخ وأهالي قرية المطعم على وقفاتهم مع أبنائهم الطلاب، والمدرسة كل الشكر لمعلمي المدرسة الذين تقع على عاتقهم كل الأعمال من تنظيم ونجاح لهذه المسابقة، وأن هذه المسابقة وأي عمل لا ينجح بدون دعم، فللداعمين كل الشكر والعرفان على ما بذلوه ويبذلونه من أجل إنجاح هذه المسابقة ورفعة كتاب الله تعالى. نسأل الله أن يكون ما أنفقوه خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخولهم الجنة وصلاحا لأبنائهم وذرياتهم. كما أشكر كل معلم وموظف في هذه المدرسة العامرة على ما بذلوه عامة طيلة العام الدراسي من جهد كبير تصب في خدمة الطالب والعلم، والشكر خاصة لما بذلوه من جهد ووقت وتضحيات لإنجاح هذه المسابقة وهذا الحفل. وشكر خاص لكل من وقف معنا إعلامياً ومشاركتهم الفاعلة والبارزة في إنجاح هذه المسابقة، ونخص بالذكر قناة السيوف. وختاماً، مهما نقول فالكلمات عاجزة عن الوصف لأن المشاعر أكبر، ومهما نكتب فالسطور لا توفيكم ما بداخلنا لكم، فالمواقف أجمل، فللجميع الجميع. أسمى عبارات الشكر والتقدير من الأعماق كلمات لا تكفيها المحابر ولا الأصوات ولا الورق ولا الأوراق. وآخر الدعاء: يا رب كما جمعتنا في هذا الروض المبارك أن تجمعنا في روضة جنتك خالدين فيها أبدا. والسلام ختام الكلام. تحية الإسلام السلام للكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، كتاب الله للأبرار نور به تحيا القلوب وتستضيء. نستمع الآن لنموذج من نماذج المسابقة، تلاوة عطرة يرتلها علينا الطالب عبد الكريم أمجد المزجاجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رزقك الله مزمارا من مزامير آل داود آمين. الكلمة الآن لأمين المسابقة الأستاذ محسن حسن حرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وحفظه من التحريف والزوال، جعل لحافظيه رفعة وراحة بال، هداهم للخير وزادهم اعتدال، ثم الصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والسؤال. أما بعد، سعادة مدير تعليم صبياء الدكتور عسير بن أحمد الأحوس، سعادة مساعد مدير تعليم صبياء للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية، أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة، المشرفون التربويون، رؤساء الأقسام، المشايخ الأعيان، حفلنا الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بكم ألوف في ليلة من ليالي سعد، ليلة يحل فيها السعد بسعد. حفلنا الكريم عندما يأتي المساء يحلو السمر وتنتقى الكلمات تكريما لمن حضر، فيكرم الضيف إكراما وزودا في القدر، فما بالكم عندما يكون الضيف ممن أحبهم الله وثنى على محبتهم خير البشر. نعم، إنهم شباب تعلموا القرآن فأحبوه وحفظوه وفي حياتهم طبقوه، شباب يرون في القرب من القرآن سعادة وفي البعد عنه إذلالا وغواية. أمهات وآباء حرصوا على تنشئة الأبناء فوجهوهم إلى حلق الذكر دون مشقة أو عناء، فلهم منا دعاء يبلغ عنان السماء. معلمون تبنوا الطلاب وحببوهم في حفظ الكتاب، فنسأل الله لهم الجنة بدون حساب. مسؤولون بالمكتب والإدارة ذللوا الصعاب وفتحوا الأبواب، فشجعوا ووجهوا فجاءهم ثمر قد استوى وطاب. مدرسة بها قائد وهيئة لا تنتظر من الناس مدحا أو عائد، مدرسة تنظر إلى الخيرية قبل الفوائد. داعمون يعجز التعبير أن يصف ما قدموا، فيكفيك بذلهم السخي وحضورهم الندي وحثهم القوي،
فبعد أن كانوا مؤسسين وداعمين أصبحوا داعمين وحاثين ومشجعين وجالبين، وما ذلك إلا حبا في كتاب الله المتين. نسأل الله أن يحشرهم في زمرة الشهداء والمؤمنين. المؤسسون في البدء الفائزون، فلا زالوا معنا في كل عام حاضرين وداعمين، لم يفتنهم عن ذلك مال ولا بنون. نسأل الله أن يرزقهم التمسك بحبله المتين. وأخيرا شكري لكل من حضر وللدعوة لبى، شكري للإدارة والمكتب والمدرسة والداعمين والمتسابقين والمحكمين والحاضرين فردا فردا، شكري لكل من دعم ولم يحضر لظرف أو قل جهدا، شكري لرجال الأعمال الحاضرين دعما، شكري لكل جندي مجهول ليس له في الميدان ضدا، شكري لله في الأولى وفي الأخرى ما حييت وما أحيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الحفل المبارك، نموذج آخر يعتلي هامة المنبر يشنف الأسماع بكلام الرحمن، والطالب طارق محمد حمصوص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الأحبة، وصلنا الآن دعما من الشيخ أحمد بن محمد بن شيهون مبلغ وقدره 5000 ريال.
أما الآن مع كلمة الطلاب يلقيها عنهم الطالب محمد حسن مطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره. جعل أهل القرآن هم أهله وخاصته، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية. أما بعد، سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك، أحييكم بتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نحن اليوم على متن سفينة مدرسة سعد بن معاذ وتحفيظ القرآن الكريم بالمطعن، وقد رست هذا المساء ليترجل ركابها عن متنها بعد رحلة قد مضت. كانت سفينتنا في البحر ماخرة تسابق أمواجه، واجهتها الرياح فما غيرت وجهتها، وقذفتها العواصف فما حطمت نشوتها، وهي تجري بنا في همم كالجبال. مضى لرحلتها عدة أعوام، وها هي في عامها 22، وما تحطم جرمها، والركب آمنون، وكتاب الله يتلى، فلا تسمع لهم إلا دويا كدوي النحل. فالحمد لله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، ما أجمل اللقاء مع أهل الود والصفاء، ونحن اليوم نجتمع في هذه المناسبة المباركة. أبث إليكم بعبارات قلبية صادقة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الطلاب. بداية، أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير نقدمها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على ما أولت كتاب الله تعالى من عناية ورعاية واهتمام تعددت مظاهره، سواء عن طريق طباعة المصحف الشريف أو مدارس التحفيظ أو حلقات التعليم بالمدارس، وما يصحب ذلك من تشجيع مادي ومعنوي، فجزاهم الله خيرا. حفلنا المبارك، ومن هنا ومن هذا المقام أبارك فيها للحافظ على حفظه، وأسأل الله ألا يضيع سعيه وجهده، فقد ثنى الركب واحتمل النصب وجد واجتهد ورام ذرى المجد فوجد، فما أسعده بهذا الشرف النبيل. ثم العمل إخواني بهذا القرآن العظيم، فليس المراد حفظه فحسب، بل تمثله في الحياة واقعا بتوسط واعتدال، كما كان عليه سلف الأمة الأخيار. فليكن أحدكم قرآنا يمشي على الأرض. حفلنا البهيج، ضيوفنا الكرام، وفي ختام كلمتي أشكر سعادة مدير تعليم صبيا وصحبه الكرام الذين شرفونا بالحضور والمشاركة رغم ارتباطاتهم ومشاغلهم الكثيرة، فجزاهم الله عنا خيرا. وأقول إن لهذه المشاركة أطيب الأثر في نفوسنا، وسننقشها على صفحات قلوبنا لتبقى من الذكريات الجميلة الخالدة في حياتنا.
وفي الختام أسأل الله أن يبارك في هذه المملكة قيادة وشعبا، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الطالب محمد حسن مطوع من طلاب المدرسة، حافظ كتاب الله الكريم، وتم تكريمه في منزله. أيها الأحبة، وصلنا الآن دعما من الأخ تركي عبد الله معافى مبلغ وقدره 1000 ريال عن والديه. والآن مع قصيدة يلقيها على مسامعكم الأستاذ سعود جعفر. السلام عليكم. حلق بنا فوق المدى فوق الذرى، واصعد بنا نحو المعالي منبرا. حلق بنا فوق المدى فوق الذرى، واصعد بنا نحو المعالي منبرا. رتل لنا يا قارئ القرآن من عذب التلاوات يضوع معطرا. يا حافظ القرآن أنت ضياؤنا، إن حل ليل كنت أنت المقمرا. ما أنت مثل الآخرين فكن كما نجم تسامى في الحياة وأزهرا. ما أنت مثل الآخرين، ما أنت مثل الآخرين إذا مضوا في لهوهم كنت الوقار مسطرا. ما أنت مثل الآخرين فبين جنبيك البيان يروم منك الأطهرا. ما أنت مثل الآخرين، ما أنت مثل الآخرين إذا غفوا في نومهم قمت شددت المئزرا. ما أنت مثل الآخرين إذا مضوا في لهوهم كنت الوقار مسطرا. أنت الأمان لكل روح مقبلا، إن كان غيرك في المواقف مدبرا. اقرأ لنا في كل آن سورة تروي فؤادا ظامئا متعثرا. اقرأ لنا في كل آن سورة تروي فؤادا ظامئا متعثرا. اقرأ لنا في آل عمران الهدى اقرأ لنا في آل عمران الهدى قصص النبيين تضيء العبرا. رتل لنا في الكهف قصة فتية هجروا الفساد بكهفهم طال الكرى. اقرأ لنا في آل عمران الهدى قصص النبيين تضيء العبرا. رتل لنا في الكهف قصة فتية هجروا الفساد بكهفهم طال الكرى. واتلو لنا الإسراء معجزة بها خير النبيين إلى القدس سرى. وارفع صداك بسورة القلم التي فيها رؤى أهل اليمين مكبرا. واختم بآي الشرح فيها سلوة من بعد عسرين إلهي يسرا. واختم بآي الشرح فيها سلوة من بعد عسرين إلهي يسرا. يا قارئ القرآن احفظ ما مضى، يا قارئ القرآن احفظ ما مضى، فالحفظ كنز كم تمناه الورى. اليوم في سعد نكرم فتية هم نخبة جادت بهم كل القرى.
اليوم في سعد نكرم فتية هم نخبة جادت بهم كل القرى، قادوا العزيمة للسباق، وهل هناك كمثل هذا العزم أجمل منظرا؟ شكرا لمن بذلوا الجهود عطاؤهم متواصل عبر السنين تواترا، شكرا لمن في مثل هذا قد سعى، شكرا لمن في مثل هذا فكرا، شكرا لمن بذلوا الجهود عطاؤهم متواصل عبر السنين تواترا، شكرا لمن في مثل هذا قد سعى، شكرا لمن في مثل هذا فكرا، والشكر موصول لكل ضيوفنا بحضورهم كل أجاب وبادرا، فحضوركم هو دعم خير غامر، هذا الحضور عليه كل يؤجر، أهلا بكم في سعد ملء قلوبنا والجو ترحابا لكم قد أمطرا، فحضوركم هو دعم خير غامر، هذا الحضور عليه كل يؤجر، أهلا بكم في سعد ملء قلوبنا والجو ترحاب لكم قد أمطر، سعد لها في كل عام بصمة إبداعها طاف الجهات مصورا، اصعد بنا فوق المدى فوق الذرى، واصعد بنا نحو المعالي منبرا. أيها الحفل الكريم، نتشرف الليلة بقدومه ونتوق لسماع حديثه وتوجيهاته. الكلمة الآن لمدير التعليم بمحافظة صبية الأستاذ الدكتور عسيري أحمد الأحول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، طاب مساؤكم بكل الخيرات. إنها مناسبة كريمة طيبة، تلك التي نحتفي فيها بمناسبة القرآن الكريم تشجيعاً للحفظة وتحفيزاً لكل القائمين على هذا المشروع المبارك. إن من النعم أيها الإخوة التي أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى في هذا الوطن المبارك أن جعل هذا الاهتمام يتجه إلى الأجيال من أجل أن تتم تربيتهم على كتاب الله تعالى، فتهنأ بهم النفوس وتقر بهم الأعين. وهل هناك ما هو أعظم من القرآن؟ نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لولاة أمر هذه البلاد المباركة على ما يولونه من اهتمام بالغ كبير بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تجد العناية كلها والرعاية كلها على كل المستويات. اليوم وفي هذا المساء أيها الإخوة نحتفي بنخبة من الحفظة في هذه المسابقة ذات العقدين من الزمن وعليها سنتان 22 عاماً، وهذه المسابقة مستمرة ومتواصلة لترعى هذه الأجيال. في هذا المساء أيها الإخوة من الأعماق نتوجه بالشكر الجزيل لهذه المدرسة ولهذا الصرح المبارك على رعايته وعلى عنايته بهذه المسابقة. نقول هذا ونحن ندرك تماماً
خارطة الجهد التي تقف وراء إظهار هذه المسابقة بهذا الشكل الذي نراه في هذا المساء. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فهنيئا لكل حافظ، وهنيئا لكل من علم ذلك الحافظ. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، فكل من علم القرآن فهو يحبه، وكل من شجع هذا المشروع فهو يحبه، وكل من دعمه بمال أو تحفيز أو تشجيع فهو كذلك. إن مثل هذه المسابقة ومثل هذا المشروع أيها الإخوة هو جدير بأن ينشئ هذا الجيل على الوسطية والاعتدال، وعلى التربية المستقيمة التي ترفع مستوى التفاؤل وسقف الطموحات، لأن ينشأ جيل يرعى هذا الوطن ويهتم بهذا المجتمع ويقوده في مسيرة التنمية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أدبوا أبناءكم على 3: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. فتلاوة القرآن أدب، وهذه المسابقة تعلم أبناءنا كل الأدب. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل الشركاء، كل الداعمين، كل العاملين، كل المشرفين خير الجزاء على ما قدموه لهذه المسابقة المباركة خلال مسيرتها العطرة من دعم مادي أو اهتمام معنوي أو متابعة لمسيرتها المباركة، فتحقق لها الاستمرار، وحققت من خلال تلك المسيرة مخرجات من حفظة كتاب الله جل وعلا. الشكر أيها الإخوة لكل من يقف خلف هذا الإنجاز في كل المستويات وعلى كل المراحل التي تقدمت على هذا المساء حتى خرجت هذه المسابقة ووصلنا إلى هذه المرحلة. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن تشرف بخدمة هذا الكتاب العظيم وخدمة حفظته والقائمين على تحفيظه، فإن ذلك هو الشرف كله. أسأله ختاما أن يديم على هذا البلد المبارك الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل في هذا الجيل الذي يتعلم القرآن يجعله بإذن الله تنمية لهذا الوطن وتحسينا واستمرارا للعطاء الذي تشهده البلاد ويشهده الوطن ويشهده المواطن. إن ربنا سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أيها الجمع المبارك، إن حملة القرآن صمام أمان، لهم منا كل التقدير والإجلال والاحترام. وكعنوان لهذا التقدير تكريم رمزي لهم، يتقدم راعي الحفل الدكتور عسير الأحوص، والمساعد للشؤون المدرسية ومدير مكتب محافظة بيش أحمد عبد الله أبو طالب. أيها الأخوة، وصلنا الآن مبلغ وقدره 500 ريال من فاعل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانوية وعددهم 10 طلاب.
الطالب الأول يحيى محمد يحيى علوي، الدرجة الثانوية، ممتاز، 3000 ريال. يحيى محمد حمود مهدلي، الشريعة الثانوية، المركز الثاني، 2500 ريال. حمزة محمد حمود مهدلي، ثانوية بيش الثانية، ممتاز، المركز الثالث، 2400 ريال. سامي عبد الله إبراهيم الأعجم، مجمع تحفيظ بيش، ممتاز، المركز الرابع، 2200 ريال. عاصم علي حمود مهدلي، مجمع تحفيظ بيش، المركز الخامس، 2100. حسن حاوي هادي جيلان، العالية الثانوية، المركز السادس، 2000 ريال. حسن لاحق حسن دلاك، ثانوية الشريعة، حسن حاوي، المركز السابع، 1900 ريال. عبد الرحمن جبري أحمد قطبي، ثانوية المطعم، المركز الثامن، 1800 ريال. خالد قاسم موسى الأعجم، ثانوية الشريعة، 1700 ريال. عبد العزيز أحمد علي الفيفي، نيد الضالع، 1200 ريال. المرحلة المتوسطة، طارق محمد حمصوص، أبو القاعدة الابتدائية، المركز الأول، 2500 ريال. إسماعيل عمر موسى آدم، مجمع تحفيظ بيش، الأول مكرر، 2500 ريال، تقدير امتياز. عبد الله إبراهيم حبيب، تحفيظ الشقيق، المتوسطة، 2300 ريال. عبد الكريم أمجد محمد البزجاجي، تحفيظ صبية، 2200 ريال. علي عبد الله علي أبو حضية، أبو السداد، المتوسطة، المركز الرابع، 2100. حسن محمد أحمد دغبوس، متوسطة بيش الثانية، الرابع مكرر، 2100. حمزة أحمد حسن سبعي، العالية المتوسطة، المركز الخامس، 2000 ريال. عبد الرحمن ناصر عبد الله التركي، مجمع الحق والتعليمي، 1900 ريال. أحمد حسين حاتم عتودي، تحفيظ الشقيق، المركز السابع، 1800 ريال. عمر محمد بلال، أبو القاعدة المتوسطة، 1700 ريال. يزن ناصر محمد عكيري، المطعم المتوسطة، 1600 ريال. حسين محمد بلال، أبو القاعدة المتوسطة، 1500 ريال. عمار علي إبراهيم جلي، المطعم المتوسطة، 1400 ريال. عبد الرحمن إبراهيم قبول عضابي، الحصن المتوسطة، 1300 ريال. أحمد شوع إبراهيم عضابي، أبو القاعدة المتوسطة، 1200. أحمد محمد درويش شيخ، قايم الدش، 1100. أحمد مفرع أحمد صرخي، أبو القاعدة المتوسطة، 1000 ريال. محمد أحمد إبراهيم حاج، عتود المتوسطة، 900 ريال. أحمد علي أحمد وشيلي، المطعم المتوسطة، 800 ريال. أسامة علي حمود مهدلي، مجمع تحفيظ بيش، 800 ريال.
بندر يحيى أحمد شوعي الحصن المتوسطة 800 ريال. وسيد أحمد عكيري المطعم المتوسطة 800 ريال. بدر محمد إبراهيم نهاري المطعم المتوسطة 500 ريال. يحيى علي محمد حرب 500 ريال. المرحلة الابتدائية عليا ولا دنيا؟ عليا. محمد حسن حسين مطوع تحفيظ المطعم المركز الأول امتياز 2000 ريال. عبد الله محمد علي عواجي أبو هريرة 1900 ريال. عليا نعم عليا. معاذ محمد إبراهيم جعفري جمع تحفيظ بيش 1900 ريال. معاذ نعم. خالد إبراهيم قبول الحصن الابتدائية 1800 ريال. عبد الباسط عبد الصمد أحمد إسحاق الزبير بالعوام المركز الرابع 1700 ريال. البراء عباد نصر أبو الزوايد الملحة الابتدائية 1600 ريال. حسام علي عمر شامي أبو هريرة 1500 ريال. محمد هاني حشيش الدرب تحفيظ الدرب 1400 ريال. أحمد محمد صالح تحفيظ الشقيري 1300 ريال. عبد الله الحسن الطانجلي مجمع تحفيظ بيش 1200. علي يحيى أحمد مقبول الملحات الابتدائية 1200 ريال. ناصر علي محمد ملبس أبو السداد الابتدائية 1100. منصور بدر إبراهيم الحاج القضبة الابتدائية 1000 ريال. محمد عبد الرحمن مرياحي ابن القيم الابتدائي بالدرب 900 ريال. أحمد عيسى أحمد العامري دائما الدش ابتدائية 800 ريال. يحيى محمد إبراهيم نهاري المطعن 700 ريال. عبد الرحمن محمد علي زرعي 700 ريال. عبد الله يحيى زين شافعي بلاد الرباح ابتدائية 700 ريال. المرحلة الابتدائية صفوف دنيا. فراس الحسين محفوظ خواجي أبو القعايد عبد الله شافعي المركز الأول 2000 ريال. ماجد عبد أبو شارة مجمع تحفيظ بيش المركز الثاني 1900 ريال. مصعب علي أحمد مريدي قائم الدش 1800 ريال. محمد جمال أحمد حسن تحفيظ صبية الابتدائية الثالث مكرر 1800 ريال. هذا محمد لا مصعب يحيى. حسين جابر حسين مطوع أنس بن مالك الثالث مكرر أيضا 1800 ريال. حسين جابر مطوع. عبد الله رايد عبد الله الفاروق ابتدائي بالدرب 1700 ريال. محمد سماح أبا زيد تحفيظ الضرب الابتدائية 1600 ريال. باسم عبد محمد أبو شعرة مجمع تحفيظ بيش 1500 ريال. فصال يحيى أحمد نهاري طناطن والغاوي ابتدائية 1500 ريال. باسم أبو شعرة. أحمد حسن عبد عتودي تحفيظ المطعم 1400 ريال. فصال هذا فصال. أحمد حذيفة خالد محمد الرجا 1300 ريال. ريان يحيى عيسى حقوي
طناطم الغاوية 1200 ريال. عبد الله محمد أحمد إبراهيم الوليد عبد الملك، نعم 1100. عبد الله أحمد إبراهيم. محمد ربيع علي عاتي الوليد بن عبد الملك ابتدائية أيضا 1000 ريال. فراس موسى وشيلي موجود. مصعب بن عمير 900 ريال. أسامة علي أحمد حقوي طناطم والغاوية 900 ريال. محمد جبري قطبي ثمن مدرسين يا محسن، درسين محمد جبري حتى جبري عيسى خالد علي حقوي. سلم جبري سلم عليه. أصلا بس أشير إليهم. كما شارك معنا في هذه التحكيم بعض الأخوة المعلمين من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، هم الشيخ أحمد الحيدري محسن والشيخ محمد أحمد عثمان، فليتفضلوا. الإخوة الداعمين للمسابقة من رجال أعمال جزاهم الله خيرا، الأستاذ إبراهيم يحيى مريع. الإخوة الداعمين، نعم، الشيخ الوالد جنيد بن عيسى عكيري. دعم. طيب الأستاذ محمد يحيى مريع. الأستاذ محمد يحيى مريع، أولاد محمد حسن هاشم رحمه الله. هذا محمد حسن هاشم. تفضل يا الأستاذ أحمد محسن الخرمي. أحمد موسى خرمي.
الأستاذ أحمد حسن آل هادي. أحمد حسن آل هادي. أبناء موسى حسين الأعجم رحمه الله. أبناء صالح بن عفيف. أبناء الوالد محمد بن ناصر عكيري رحمه الله. عنهم إبراهيم. محمد بن ناصر. أهلا هذا كان عم بن عفيف. خلاص يا محسن بن عفيف. بن عفيف. إبراهيم. طيب خلي إبراهيم خلي شركة مجموعة بافرط للصناعة. شركة مجموعة بافرط للصناعة. الشيخ عبد الله بلشرف. عبد الله بلشرف. شركة بافرط قاسم. الأستاذ يوسف أحمد فقيه. أبناء حسن علي غبيش عكيري رحمه الله. أبناء عبد الرحيم مفرج. مصنع رمز العروبة للخرسانة الجاهزة. السلام عليكم. نعم أستاذ عبد الله إن شاء الله. الشيخ محفوظ باقلاقل. الشيخ محفوظ باقلاقل. أبناء سالم سعيد باسودان. أبناء شركة أبناء محمد الجفري. الأستاذ محمد أحمد عميش. يحيى أحمد يحيى أثلاوي. الأستاذ علي إبراهيم أبو الليل. أبناء إبراهيم علي غبيش عكيري رحمه الله. فاعل خير على نية حسن علي شماخي. محمد أحمد جعفري. حسين علي موسى الأعجم. الوالد محمد علي شاوش. الوالد محمد علي شاوش. الأستاذ علي قاسم سبعي. الشيخ يحيى منصور عكيري. الأخ غانم منصور عكيري.
مؤسسة القناعة التجارية. مؤسسة القناعة. قناعة. 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 مؤسسة القناعة. أحمد القناعة. مؤسسة القناعة. علي عيسى حوذان. هاج عياش بجيري. محمد عيسى سبعي. الشيخ حسن مسر الزهراني رحمه الله. الأستاذ عيسى حسين حواز. الأستاذ محمد يحيى طويل. علي أحمد سبعي. ثانوية البنات بالمطعم. عمر محمد جبران عيسى. السلام ورحمة الله، حياكم. محمد جبران عيسى. يحيى موسى بحري. موسى عيسى حوذان. مؤسسة المهدري للمقاولات. جبران محمد عيسى. محمد إبراهيم حكمي. إبراهيم يحيى حكمي. الأستاذ أحمد منصور غانم فقيه. الأستاذ محمد منصور غانم فقيه. السلام محمد منصور غانم. أحمد محمد بن شيهون. أحمد بن شيهون. بن شيهون. قناة السيوف. الداعمين للمقصف النموذجي بالمدرسة. جبران محمد عيسى وآل هادي الإسلاميك، الأخوة الداعمين لمقصف المدرسة النموذجي. بس احنا ما جاء. أحمد منصور غانم فقيه. أحمد منصور. مدير مكتب بيش.
التعليمي الأستاذ أحمد أبو طالب. المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة الأستاذ ضيف الله الحازمي. المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع مهدي عطية. وأخيراً سعادة مدير التعليم الأستاذ الدكتور عيسى عسيري بن أحمد الأحوس. نعم. الدكتور عسيري الأحوس يتقدم بدرعه للطالب محمد حسن مطول. علي 500 ريال من الأستاذ منصور أبو هاد. شوية 500 من الأستاذ نفس المحرر. والأستاذ مشري 500 ريال. وفي ختام هذا الحفل يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، فحضوركم دعم وتشريف لنا، وشكر خاص لمن ساهم في إنجاح هذا الحفل ولمن أعان بوقته وماله لخدمة كتاب الله. نسأل الله أن يبارك بالجهود ويسدد الخطى. وها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين اللوجو؟ اللوجو فين؟ اللوجو حقك هنا. إلى صالح الطعام. تفضل يا محمد. مشاهدينا الأعزاء، في ختام حفل تكريم حفظة كتاب الله الكريم نفتخر ونسعد بدكتور عسيري الأحوس مدير التعليم بمحافظة صبيا. سعادة دكتور، أهلا وسهلا بكم على شاشة قناة السيول الفضائية. أهلا وسهلا بالجميع، ونحن سعداء في هذا المساء عندما نحتفي بأبنائنا وبهذا الجيل الذي يمثل وجه الوطن المشرق وهم من حفظة كتاب الله عز وجل. مناسبة السعداء جميعا بوجودنا مع هؤلاء الأبناء الذين في الحقيقة ساروا مشوار طويل حتى من الله عز وجل عليهم بحفظ كتاب الله عز وجل. نحن سعداء بجهود زملائنا في هذه المدرسة
التي استطاعت أنها تخدم هذا المشروع 22 سنة حتى استطاعت أنها تثمر في الميدان بأجيال تربت على القرآن وتنهج المنهج الوسط ومنهج الاعتدال. سعادة الدكتور، في ظل الدعم رجال الأعمال، ما كلمتكم لرجال الأعمال في المنطقة لدعمهم لحفظة كتاب الله الكريم في هذا المساء وأيضا مستقبلا؟ في الحقيقة في هذا المساء شهدنا لمسة جميلة تدل على أن هناك تعاون وأن هناك ترابط ما بين المواطن وما بين هذه المشاريع التربوية الجميلة التي تستهدف بناء هذه الأجيال. كم رأينا من المتبرعين والمساهمين والداعمين في هذا المساء الذين قامت هذه المسابقة على أكتافهم وحملوها بكل إخلاص وبكل جد حتى استطاعت أن تظهر بالشكل الجميل الذي رأيناه في هذا المساء. وشراكة القطاع الخاص وشراكة رجال الأعمال في دعم البرامج التربوية والبرامج التعليمية هو في الحقيقة مظهر حضاري ومظهر في الحقيقة يدل على وعي هذا القطاع وعلى وعي هذا المستثمر عندما يستثمر جزء من أمواله في بناء هذه الأجيال. وفي الحقيقة نحن منظومة على مستوى العالم نرى هناك دعم كبير جدا للمشاريع التربوية والمشاريع التعليمية والمؤسسة التعليمية بشكل كبير جدا يقوم على القطاع الخاص وعلى دعم المستثمرين، ولعل الاستثمار في الإنسان وبناء الإنسان وتطوير الإنسان وتحسين الإنسان هو من أرقى أنواع الاستثمارات، فرأيناها في هذا المساء ماثلا أمام أعيننا، وهذا يطمئن بشكل كبير جدا أن هناك يعني علاقة انتماء وولاء ما بين المواطن وما بين القطاع الخاص وما بين هذه المشاريع التربوية والتنموية التي يستهدف بها بناء الأجيال. سعادة الدكتور، في الختام ما كلمتكم لأبنائك في مدرسة سعد بن معاذ على هذا التنظيم الجيد؟ أيضا ما كلمتكم لكل من حضر من منسوبي التعليم في محافظة صبية بهذه المناسبة؟ الحقيقة يعني في ختام هذه المناسبة الجميلة شكر من الأعماق أتوجه به إلى كل الزملاء في مدرسة سعد بن معاذ في المطعن على احتضان هذه المسابقة وعلى احتضان هذا المشروع الرائد والمتميز وعلى الاستمرار في هذا المشوار الطويل. ورأينا كم من الأجيال التي استطاعت أنها تتخرج من هذا المشروع، فالشكر لهم من الأعماق فردا كل الزملاء قيادات المدرسة ومنسق الجائزة والزملاء في مكتب التعليم، الشكر لهم الوافر على جهودهم وعلى دعمهم لهذه المسابقة. وكلمتي لأبناء الأجيال الذين احتفينا بهم في هذا المساء أن يواصلوا المشوار وأن يحسنوا علاقتهم بكتاب الله عز وجل وأن يتواصلوا كما بدأوا يعني وكما أنشئوا على هذا المشروع الجميل أن يواصلوا، لأن آمال الوطن عليهم كبيرة والوطن ينتظر منهم أن يقدموا الكثير والكثير، ولن يستطيعوا ذلك إلا من خلال بنائهم لأنفسهم ومن خلال تربيتهم لأنفسهم، وخير ما يربى عليه الأجيال هو كتاب الله عز وجل. نقدم لك سعادة الدكتور الشكر الجزيل على هذا التجاوب، نتمنى لكم وللتعليم أيضا في محافظة صبية التقدم بإذن الله. كلمتكم عبر قناة السيوف في ختام هذا اللقاء. شكرا لقناة السيوف، هذه القناة الحاضرة، القناة الداعمة، القناة التي تمثل شراكة رئيسة مع المجتمع ومع البرامج التربوية ومع المؤسسة التعليمية، ونرجو أن تكون كل القنوات الإعلامية تجعل هذا الأمر هو نصب يعني اهتمامها وفي أولوياتها حتى تتكامل كل المؤسسات على مستوى الدولة في بناء هذا الوطن وبناء هذا المواطن وتنميتها وتحسينها والرقية بها للأفضل والأحسن إن شاء الله عز وجل. شكرا لك. شكرا سعادة الدكتور. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لازلنا في تغطية حفل تكريم حفظة كتاب الله الكريم من محافظة بيش وتحديدا من مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية، ونسعد الآن باللقاء مع سعادة الأستاذ أحمد أبو طالب مدير التعليم بمكتب بيش. أهلا وسهلا بك سعادة الأستاذ أحمد على شاشة قناة السيوف الفضائية. سلامكم الله، وأشكر لقناة السيوف الفضائية هذا التواجد وهذا التفاعل وهذا الحضور القوي، ولا غرابة على قناة السيوف، فهي قناة معروفة ودخلت كل بيت الآن. سعادة الأستاذ، ما كلمتكم وأنتم تكرمون بحضور سعادة مدير التعليم محافظة الصبية الدكتور عسيري الأحوس 62 من حفظة كتاب الله الكريم؟ والله كانت أمسية قرآنية جميلة عشناها في رحاب مدرسة سعد بن معاذ هذه الليلة. كانت أمسية قرآنية بامتياز، حيث كرم فيها طلاب فازوا في المسابقة القرآن السنوية التي تقيمها
مدرسة سعد بن معاذ في عامها 22. فرأينا تكريم رائع، ورأينا تحفيز، ورأينا تشجيع للطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم. فشكرا لمدرسة سعد بن معاذ، شكرا لقائد المدرسة الأستاذ عبد غالب بحري على تبنيه لهذه المسابقة في عامها 22. شكرا لأمين المسابقة الأستاذ محسن محرق الذي بذل جهدا كبيرا حتى خرجت المسابقة وخرج الحفل بهذه الصورة الرائعة التي حقيقة سعدنا بها جميعا. أستاذ أحمد، كيف رأيتم تجاوب رجال الأعمال في دعم حفظ كتاب الله الكريم؟ ورأينا هذا المساء الكثير منهم وهم يساهمون في هذا التكريم. صراحة سعدنا جدا بتواجد رجال الأعمال في هذه المسابقة وبحرصهم على المشاركة في هذه المسابقة، وجعلنا نرى أن الميزانية ما شاء الله تبارك الله تجاوزت 100,000 أو قاربت 150,000، وهذا يدل على أنه رجال الأعمال في المجتمع فيهم خير في المستقبل المزيد بإذن الله، وأن رجال الأعمال حريصون على المشاركة في كل ما ينمي المجتمع وما يخدم المجتمع، فجزاهم الله خير وشكرا لهم. أستاذ أحمد، ما كلمتكم لمشاهدي قناة السيوف الفضائية وأنتم تطلون علينا للمرة الأولى على شاشة القناة؟ والله أنا رأيت قناة السيوف في أكثر من برنامج وهي تغطي مناسبات مجتمعية ممتازة جدا، جعلتنا نشعر أننا في الحدث حقيقة، وحمدت لقناة السيوف هذا التواجد ومشاركتها المجتمع بكل فئاته. فهذا جعلني أنظر لقناة السيوف بأنها قناة حقيقة سباقة، وقناة يعني ترنو دائما إلى التقدم. أنا أشكر القائمين على قناة السيوف على هذا التواجد، أشكرهم على تغطية الحفل القرآني هذه الليلة. حقيقة وجودهم هو نوع من التحفيز للطلاب المتسابقين، نوع من المشاركة للمجتمع، نوع من المشاركة للتربية والتعليم. شكرا لمراسلي قناة السيوف، شكرا لإدارة قناة السيوف على تواجدها، شكرا لها على هذه الجهود، ونطمح أن نراها أفضل وأفضل وإلى الأمام لكل محبي قناة السيوف. شكرا أستاذ أحمد، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا لك أخي الحبيب، جزاك الله خير ويعطيك العافية، ونتمنى أن نراك في مناسبات قرآنية وتربوية ومناسبات تخدم المجتمع متعددة ومتميزة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة عشنا ليلة ممتعة، ليلة قرآنية مع حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في منطقة صبياء التعليمية، ممثلة في مدرسة سعد بن معاذ ببلدة المطعن بمحافظة بيش. وكانت هذه الليلة من أميز الليالي لما تتميز به من تلاوات لكتاب الله، والليلة القرآنية الجميلة المباركة التي يحب المسلم أن يرى وأن يسمع مثل هذه التلاوات المباركة. فشكر الله لإخواني القائمين على المسابقة، بداية من إدارة التعليم ممثلة في مديرها الشاب المبارك الأستاذ عسير الأحوس ومساعديه، والشكر موصول لمدرسة سعد بن معاذ ممثلة في مديرها الشاب المتألق عبده غالب، والذي له ولزملائه الجهد المبارك في هذه المسيرة المباركة لهذه المسابقة. ومما رأيت يميز هذه المسابقة في هذه الليلة جودة الحفظ والإتقان، وأيضا كان هناك أيضا يعني مشاركة فعالة من جميع مدارس الإدارة، وهذا دليل على أن هذه المسابقة أخذت مستواها اللائق بها، كيف وهي تعنى بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين عليها مزيدا من التوفيق والسداد. أشكر لإخواني في قناة السيوف
المتواجدة والتي تغطي مثل هذه الفعاليات. ويعني أنا بدوري حقيقة أشكر الإخوان في هذه القناة، فقد شاركت معهم في لقاءات مجتمعية أخرى، ورأيت منهم مبادرة لمثل هذه اللقاءات الطيبة التي يعني نظرت نفسها هذه القناة أن يكون لها التواجد المجتمعي والمشاركة المجتمعية التي تسعى لإفادة الناس وإفادة المجتمع في هذا البلد المعطاء. فشكر الله للقائمين على هذه القناة من المؤسسين ومن الإخوة القائمين والذين شاركونا في هذه الليلة. تقدم بالشكر الجزيل لهم على تغطيتهم لهذه المسابقة وهذا الحفل المبارك في مدرسة سعد بن معاذ بالمطعن بمحافظة بيش. الشكر لإخواني أيضا القائمين في مكتب بيش، بدءا من الأستاذ أحمد أبو طالب ومساعديه والإخوة جميعا على اهتمامهم بهذه المسابقة إشرافا، ومع الإشراف أيضا يقومون ب يعني ما يقومون به من التخطيط ومن الاجتماعات ومن إدارة الامتحانات والاختبارات بين الطلاب. فشكر الله للجميع جهدهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المسابقة وأن نراها في الأعوام القادمة تتبوأ المقام الأسمى والأكبر والمنافس لكبريات المسابقات في هذا البلد المبارك. وبالمناسبة فإننا في هذا اليوم وفي هذه الساعات المباركة أيضا نعيش كما يعيش العالم الإسلامي النقل والتغطية لمسابقة القرآن الكريم في جاكرتا بإندونيسيا، مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز. وهي حقيقة يعني هذا دليل ووعي المسؤولين في هذا البلد باهتمامهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والثناء على ما وهبنا في هذا البلد من العناية بكتابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجيل وأن يكون جيلا فاعلا وجيلا مستقيما ملتزما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم يا أيها الإخوان في هذه المدرسة والإخوة في قناة السيوف. محدثكم إبراهيم بن محمد يحيى عكيري، أحد المشرفين على المسابقة سابقا والمتقاعد من مكتب بيش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية الشكر لله سبحانه وتعالى أن من على هذه المدرسة بمثل هذه المسابقة الرائدة التي تعد من أكبر المسابقات وأعرقها على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المسابقة لها الآن ما يقارب 23 سنة أو 22 سنة، وهي بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعم من المجتمع ومن رجال الأعمال والدعم المتواصل من المعلمي هذه المدرسة التي نشأت هذه المسابقة على يديهم عام 1413 للهجرة على يد الأستاذ أحمد خرمي بجائزة مقدارها 1000 ريال. ثم تطورت هذه المسابقة إلى أن أصبح الدعم كبيرا ولله الحمد والمنة وبفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يسعني في هذه اللحظات أو في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة تعليم محافظة الصبية وعلى رأسها الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، الذي نستمد منه التوجيهات ونستمد منه الرؤى الخاصة بتطوير هذه المسابقة وبتطوير التعليم في هذه المحافظة، فله منا جزيل الشكر. أيضا يسعنا أن نشكر مكتب تعليم محافظة بيش
الأستاذ وعلى رأسهم الأستاذ أحمد أبو طالب، والمشرفين التربويين ومشرفي التوعية الإسلامية ومشرفي المواد للتربية الإسلامية على دعمهم وعلى تواصلهم معنا في هذه المدرسة ودعمهم اللا محدود للرقي بهذه المسابقة. نسأل الله عز وجل أن تتقدم عاما بعد عام وأن تتطور إن شاء الله حتى تعم جميع منطقة جيزان بأمر الله سبحانه وتعالى. فنحن لدينا من الرؤى الكثير، نتمنى من الله عز وجل أن تطبق في السنين القادمة، وهي أن تكون هذه المسابقة على مستوى منطقة جيزان. أيضا في هذا المقام لا يسعني إلا أن أشكر زملائي المعلمين فردا فردا على دعمهم السخي سواء المادي أو المعنوي للرقي بهذه المدرسة، فأنا عاجز عن الشكر والتقدير لهم. وهناك مجموعة معينة من المعلمين وهم كلهم حزمة واحدة، إلا أن فريق العمل في هذه المدرسة له تطلعات وله آمال. نتمنى الدعم اللا محدود من الإدارة ومن مكتب بيش. في الأخير أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد التي هي الداعم الحقيقي لحفظة القرآن الكريم والقرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، بل جهودها تمتد إلى جميع أنحاء دول العالم الإسلامي لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل هو طباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد رحمه الله عز وجل. هذه الدولة التي قامت على التوحيد وقامت على القرآن وما تزال مستمرة بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ شعبنا من كل مكروه. وفي الأخير أتقدم بالشكر لقناة السيوف على استضافتهم لنا وعلى تغطيتهم لبرنامجنا المميز. هذه القناة التي لها شراكات مجتمعية في المجتمع ولها مبادرات إيجابية، نسأل الله عز وجل لها التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير مدرسة سعد بن معاذ بالمطعن الأستاذ عبد غالب بحري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعدنا في هذه الليلة المباركة بتغني أبناء بالقرآن الكريم، وهذا دلالة على أننا نعتني في هذه الدولة المباركة بالقرآن وأهله، فالحمد لله. وهذه من الفعاليات الداخلية التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة صبياء في حفل سعد بن معاذ 22 في تكريم حفظة كتاب الله. وإن العناية بالقرآن الكريم وأهله لهو شرف عظيم، فالحمد لله أولا وآخرا على ما حاز هذا الحفل المتميز على رضا الجميع. ولقد فخر الآباء بأبنائهم الذين حازوا الجوائز، وأسأل الله جل وعلا أن يحوزوا جوائز الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. في هذه الليلة عادت بي الذاكرة إلى عام 1427 للهجرة، عندما كنت أو عينت في هذه المدرسة معلما، وكانت المسابقة في عامها 15، فتذكرت أياما جميلة عشتها في هذه المدرسة، وكنت من ضمن الفريق الذي قام بهذه المسابقة، وأحسست بالرغبة إلى الرجوع لهذه المدرسة التي تحتضن هذا الحفل العظيم. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في كل من ساهم وشارك وحضر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في أعمارهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وأتقدم بالشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة التي تعتني بالقرآن الكريم وأهله في الداخل وفي الخارج. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في قائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز وفي ولي عهده
وفي ولي العهد، وأن يمد في أعمارهم على طاعته، فهم يعتنون بالقرآن وأهله. وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة التعليم بمحافظة صبيا على دعمها ومساندتها لهذه المسابقة، وأخص بالشكر والتقدير لسعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري الأحوس، الذي شرفنا في هذه الليلة وشارك معنا في هذه المسابقة، وكان داعما أساسيا في هذه المسابقة. شكرا لقناة السيوف على هذه التغطية المتميزة الفريدة، شكرا للعاملين فيها فردا فردا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم المعلم علي بن حسين حكمي. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا في تغطية في مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية في حفل تكريم حفظة كتاب الله الكريم، ومعنا طالب لفت الأنظار، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحميه لوالديه وأن يكون أيضا من حماة هذا الوطن في يوم من الأيام. الطالب، عرف نفسك لمشاهدي قناة السيوف الفضائية. الطالب محمد حسن حسين جابر مطوع. الصف والمدرسة؟ السادس الابتدائي، مدرسة سعد بن معاذ وتحفيظ القرآن الكريم بالمطعم. ابني العزيز، أنت حافظ كتاب الله الكريم ما شاء الله تبارك الله، كيف تمكنت من حفظ كتاب الله الكريم؟ كنت كل يوم. كم فترة؟ 2.5 أو 3 سنوات. ما شاء الله. كنت في أكاديمية حلقات الفاروق، أكاديمية الشيخ جبريل بن يحيى الحكمي. كنت كل يوم أحفظ ما يقارب 2 3 حتى وصلت في الأجزاء الأخيرة كنت أحفظ من 8 أوجه و10. كيف رأيت الدعم من والديك ومعلميك وأنت أيضا لحفظ كتاب الله الكريم؟ كانوا يحفزوني، يودونني جوائز ويعطونني جوائز وهدايا. ما هو حلمك في المستقبل؟ أن أكون إمام في المسجد الحرام. ما شاء الله. شكرا لك، وبإذن الله تحقق جميع أمانيك. إيش تقول لقناة السيوف ومن يشاهدك الآن من زملائك ومن معلميك ووالديك؟ أشكر قناة السيوف وأشكر خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على ما أولت كتاب الله تعالى من عناية ورعاية واهتمام تعددت مظاهره عن طريق طباعة المصحف الشريف أو مدارس التحفيظ أو حلقات التعليم بالمساجد وما يصحب ذلك من تشجيع مادي ومعنوي، وجزاهم الله خيرا. وأشكر والدي وجميع الذين علموني. أسأل الله لك التوفيق، وبإذن الله دائما وأبدا في التوفيق حالفك. شكرا لك حبيبي. أشكر الجميع على الذين يشاهدونني الآن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما بالغين مكتملين كاملين إلى يوم الدين. أما بعد، محسن بن حسن محرق، معلم بمدرسة سعد بن معاذ الابتدائية، أمينا لجائزة القرآن الكريم، وإني أتشرف بهذا الاسم الذي منحني إياه مدير التعليم السابق الأستاذ أحمد بن علي ربيع حفظه الله وأطال الله في عمره. اشتركت في دعم هذه المسابقة من عام 1414 عندما كنت معلما، عندما قدمت إلى هذه المدرسة معلما، ولا زلت أدعم هذه المسابقة إلى هذا اليوم. عملت فترة من الزمن مديرا لهذه المدرسة، فمنحت ثقة الداعمين في هذه المدرسة، ولا زلت أستقبل الدعم إلى عامنا هذا العام 22. عملت مع المدير السابق الأستاذ محمد بن أحمد مشلوي وهو المؤسس المسابقة، ومع أساتذة منهم الأستاذ أحمد بن موسى خرمي، كمجموعة أو منظومة نعمل لهذه المسابقة لتربية الناشئة وحثهم على حفظ كتاب الله. وعنينا بهذه المسابقة فترة من الزمن وحقبة لا تقل عن 22 عاما، فكان نتاجها أن وصلت في عامها 22، وقد وصل دعم هذه المسابقة في السنة الماضية إلى 200,000 ريال،
وهذه السنة تراجع الدعم قليلا ووصل 185 ألف ريال، شاكرين الله سبحانه وتعالى على ما منحنا إياه من هذا الدعم من الداعمين. عندنا مجموعة من الداعمين أتواصل معهم وهم رجال الأعمال أصحاب الشركات والأفراد، وحتى هناك داعمين في الخفاء منهم النساء ومنهم الناس الذين لا يحبون إظهار أسمائهم في سواء في لوحة التكريم أو في الحفل أو في خلافه. هذا بخصوص المسابقة. المسابقة بدأت كفكرة مصغرة على طلاب المدرسة بمبلغ رمزي من أحد المعلمين المتقاعد أحمد موسى خرمي وهو المؤسس، ثم أصبحت الفكرة على مدارس بيش ومدارس القطاع، ثم توسعت إلى أن شملت قطاع تعليم صبية من فيفا إلى الشقيق، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الداعمين القائمين على هذه المسابقة. في ختام حديثنا هذه الليلة نشكر كل من حضر ودعم وساهم في إنجاح هذا البرنامج، كذلك الشكر موصول لقناة السيوف، هذه القناة الذي تعد رائدة على كل القنوات لما تحمله من فكر إيجابي تجاه المجتمع الذي تختلط به، سواء كان ذلك الدعم بالحضور أو بالتوجيه أو بالبث، وأن ذلك وسائلنا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان القائمين على هذه القناة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.